رد سليم عليا وقال لي أنا ممكن أفهمك، وفعلا كلمته وقلت له. بس بعدها لقيته بيسأل أسئلة غريبة، أسئلة خاصة، وبيشوف الستوري بتاعتي ومهتم بيا قوي. وحكيت لأخويا كل اللي حصل، وقلت له إني أعجبت بيه كمان كشخص بيساعدني ومهتم بيا في وقت أخويا كان بعيد عني فيه. لقيت أخويا قال لي حصل خير وما تكلميش حد تاني. استغربت قوي من ردة فعله. قال لي انت مستغربة صح؟ انت فاكراني هسحب التليفون واعمل معاكي مشكلة؟ لا، كفاية عليكي احراجك قدامي دلوقتي. وساعتها سابني وخرج. المهم تاني يوم لقيت رسالة غريبة جدا من رقم مجهول، بيقول فيها ما انت حلوة اهو، امال ما بعتيش صورتك ليه وعملتي لي بلوك؟ انا من كتر الخضة والتوتر معرفتش اعمل ايه، وجريت على اخويا واخد التليفون ورن عليه. وساعتها رد وسمعته وهو بيتريق عليا بيقول له أنا مش بكلم شباب. أخويا اتعصب. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.